الحمد لله جبنا ربح وما كتبليش نطلع خوكم كما عارفين راه عيان، ولكن الحمد لله ربي ما خيبناش وجبنا 3 بوان اللي مهمه وان شاء الله مع التوارقه غنجيبوا 3 بوان. المهم خليكم مع اللحظات اللي دازوا في الماتش والملخص والبيوتا وشهاب. تبارك الله عليك اخويا، كوراج وزيد تقاتل. الجناتي معلم 100 ماتش كانت خدات عليك بصحيحه والسلامه كما كنقولوا، ورمضان مبارك سعيد على خوتنا فواسه وعلى جميع المسلمين وتبارك الله عليكم. المهم خليكم مع اللحظات والشتاء الخير جات علينا بفعل الخير. الحمد لله عرفتي واحد الفرحه راه بين عيني، ولكن مريض والله ما قديت نطلع وبقيت متحصى. المهم خليكم مع الماتش تبارك الله عليكم. وكراكاج مهيب. يا ناسيك سنتابع تعرف ممتازه وتدخل حارس غير بعد الخطوره متواصله وتدخل الدفاع، فرصه لفائده فريق المغرب الفاسي. تدخل الحمد الرياحي امكانيه العرضيه، فرصه الراسيه هدف تعادل لفائده فريق المغرب الفاسي. ممتازه من الجهه اليمنى عماد الرياحي، تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء، الراسيه والكره تعانق شباك الحارس غايب ربح. قلت بان اللاعبين ديال فريق المغرب الفاسي بحثوا على تسجيل هدف التعادل في هذه الدقائق الاخيره من الجوله الاولى. سنتابع مره اخرى. لاحظوا التمريره من الجهه اليمنى عماد الرياحي، رفعت الكره بالراس والكره لفريق المغرب الفاسي. حمزه الجناتي كيلعب كره، فرصه هدف ثاني لفائده فريق المغرب الفاسي من كره ثابته. لاعب جناتي حمزه الجناتي كيوضع الكره بطريقه ممتازه. هدف ثاني لفائده فريق المغرب الفاسي. فرحه كبيره بسبب الجمهور الحاضر. المغرب الفاسي يعود في المباراه ويتمكن الان انه ياخذ السبق في هذه الجوله الاولى. كره ثابته، وقلت بان الكرات الثابته بامكانها تكون حل من الحلول. وحمزه الجناتي صراحه نصره لحمزه الواسطي، حمزه الواسطي داخل منطقه الجزاء. تدخل اذا الحكم يعين خافي، اسماعيل خافي، تألق صلاح الدين شهاب، تألق ديال صلاح الدين شهاب اللي تمكن من التصدي لضربه جزاء بطريقه ممتازه.